السلام عليكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا حبايبي الغاليين. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض البقسماط. طبعا مش هقول لكم بقى بقسماط الأفران ولا بقسماط المخابز وزي الجاهز، لا احنا هنعمله بيتي بطريقة نظيفة وسهلة وجميلة. شوية دقيق وشوية زيت هيطلعوا معاكي حاجة كده روعة. هنعمل ميني بقسماط، مش هعمله طويل قوي علشان لو حابة تاخديه معاكي في أي مكان تعرفي تاخديه. للأولاد في المدرسة في اللانش بوكس هتعرفي تحطيه، معاكي في الشغل في علبة هتاخديه، في الجامعة كمان ممكن يعني يمشي في أي مكان، لا هيتكسر مننا ولا هيبهدل الدنيا. حاجة كده صغننة ولذيذة. يلا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومكونات في البيت ونقول بسم الله. أول حاجة هنزل بكوباية من المية الدافية، عليها معلقة صغيرة من الخميرة الفورية ومعلقة صغيرة من السكر، تلت كوباية من الزيت، وهخلط كل المكونات دي كويس جدا بالمضرب السلك اليدوي لحد ما اتأكد ان السكر داب شوية في المية والزيت. بعد كده هنزل بالدقيق تدريجي. انا نزلت بكوبايتين منخولين كويس عليهم رشة من الملح، وهقلب اول كوبايتين دول كويس جدا بالمعلقة. طبعا زي ما احنا متعودين ان احنا ما بنضيفش الدقيق مرة واحدة. ضفت تالت كوباية وبدأت أقلبها كده، لقيت ان المعلقة تقلت معايا، هشيلها وهبدأ أعجن بإيدي عشان أشوف ملمس العجينة. زي ما انتوا شايفين بعجنها كده وبلمها لحد ما اتعجنت معايا، خدت مني 3 كوبايات الدقيق بالظبط. ضفت عليها معلقة صغيرة كده او نقطتين من الزيت، يا دوب بلم العجينة بيها، وبدأت بقى اعجن فيها لمدة ربع ساعة. عايزة تريحي وترجعي تاني ممكن، يعني لو تعبتي شوية كده سيبيها وارجعي تاني اعجنيها. يعني اهم حاجة انها مدة ربع ساعة تعجني فيها حلوة قوي. بعد كده هسيب العجينة تخمر لمدة نص ساعة مش اكتر من كده، ونبدأ شغل فيها. بعد كده بقى هبدأ اشكلها كأنك بتعملي بالظبط كحك مدور او مبروم. هتاخدي قطعة حسب حجم البقسماطة اللي انت عايزاها، وهتبدأي تبرميها كده بالمنظر ده. لو انت حابة البقسماطة طويلة كده زي ما هي وعايزاها بالشكل ده ممكن تخليها، بس زي ما قلت لكم انا عملته بحجم صغير علشان لو حابه تاخديه معاكي في اي مكان يبقى سهل وما يتكسرش منك. بعملها الاول مدوره وبعد كده ببرمها بالراحه خالص بايديا زي ما انتوا شايفين كده. بفرد للجوانب بالراحه وبيكون كمان سمك رفيع، يعني شوفوا انا عاملاه سمك رفيع ازاي. طبعا بترصيه في صينيه وبتسيبي في مساحه ما بين كل واحده والتانيه عشان لسه بيزيد شويه، وبتدهنيها دهنه زيت خفيفه جدا، شويه حليب، وهتبداي تدهني الوش بفرشه كده بسيط. طبعا مش هيخمر معانا، انا عبال ما خلصت الكميه كان حجمه زاد زي ما انتوا شايفين كده. هبدا بقى ادهن كده دهنه من الحليب، وهبدا ارش على الوش شويه سمسم مع حبه البركه. مش حابه تضيفي الاضافه دي مفيش مشكله خالص، هو طعمه اصلا كده لوحده جميل. طبعا هكون مجهزه الفرن درجه حراره تحت المتوسطه، لان البقسماط زي البسكوت بالظبط بيعوز درجه حراره هاديه شويه علشان يطلع مقرمش معاكي. لو حابه يبقى معاكي طري ممكن تعلي الفرن على متوسط. زي ما انتوا شايفين طلع معانا بقسماط بيتي نظيف، حاجه سهله وسريعه وبسيطه، ما خدتش وقت منك، وفي نفس الوقت طلعتي حاجه نظيفه. عملناه صغير علشان نحطه معانا في اي مكان نعرف ناخده. شايفين الهشاشة اللي جوه شكلها ايه، شايفين من جوه شكله ايه. عايزه اقول لكم ان هو بيقرمش وطعمه لذيذ جدا، وبجد حاجه نظيفه بتعمليها. حبايبي جربوا طريقه البقسماط السهله البسيطه جدا دي في البيت، وانا متاكده جدا انه هيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.